أخويا اتصل بيا وهو بيضحك وقال: أخيراً شغلنا فلوسك صح؟ هو ما كانش يعرف إنه دمر حياته بإيده. كنت قادرة أسمع صوت تسقيف من المكالمة. أمي كانت بتقول إن أخويا الكبير أخيراً مسك الأمور المالية للعيلة. كنت قادرة أتخيل شكل ماجد. أكيد كان واقف مكانه بيشرب من نظرات الإعجاب والتقدير اللي حواليه، ومرسومة على وشه نفس الابتسامة المستفزة والمنفوخة اللي متعود عليها. أنا فضلت سايقة العربية بأقصى سرعة ممكنة من غير ما أديله الرد اللي هو مستنيه. مديت إيدي في جيبي وطلعت موبايل قديم، كان عليه رسالة مشفرة بتقول إن واحد من الحسابات اتكشف، وأكيد ده الحساب اللي ماجد سحب منه الرصيد. قفلت التليفون التاني وقلت لماجد: أنت عملت إيه يا ماجد؟ ماجد قال وهو بيضحك بثقة: أنا نقلت الفلوس من حسابك اللي ملوش لازمة برة البلد لحسابي الشخصي. أنا حولت 10 ملايين دولار لحساب العيلة. قلت له بصوت هادي وبارد وخالي تماما من أي غضب: أنت اخترقت السيرفر الشخصي بتاعي. ماجد ضحك وهو بيصب لنفسه كاس تاني. الموضوع ما خدش مني 10 دقايق. اعتبريها ضريبة على البخل ونانيتك. العيلة المفروض تساعد العيلة. قلت بصوت واطي: ما كانش لازم تعمل كده يا ماجد. ماجد كمل بنفس الضحكة المستفزة: وهتعملي إيه يعني؟ هتطلبي الشرطة؟ وريني كده. قولي لهم إن أخوك أنقذ أبوك من الإفلاس. كان عنده ثقة مبالغ فيها، بس رديت عليه بكل برود: أنا مش محتاجة أكلم حد. عارف أنا فين يا ماجد؟ أنا في طريقي للمطار. عندي رحلة لموسكو لأني اتكشفت بعد ما سرقت عملات مشفرة من مجموعة في الدارك ويب. أنت فاكر نفسك ذكي قوي يا ماجد، بس عمرك ما سألت نفسك الفلوس دي جت منين أصلاً؟ كان في صمت طويل في المكالمة، ولقيت والدي هو اللي بيتكلم وبيقول بصوت متوتر: تقصدي إيه يا روان؟ مش دي فلوسك من شغلك؟ البرود اللي جوايا كان ملوش حدود. لسنين طويلة استحملت إهانتهم وتقليلهم مني، وإنهم دايما يحسسوني إني البنت الأقل وخيبة الأمل في العيلة. رديت وأنا خلاص بدخل بوابة المطار: لا يا بابا، مش فلوسي. الحساب ده ما كانش بتاعي. ده كان عامل زي مصيدة للعصابة اللي بتجري ورايا. أول ما الفلوس دخلت حسابك الشخصي، بقى اسمك وهويتك ومكانك ظاهرين للناس اللي كانت بتراقب الحساب من الأول. كنت قادرة أحس بالرعب والدم وهو بيهرب من عروق ماجد في اللحظة دي. أمي زعقت وصوتها بيترعش من الخوف: روان، بطلي لعب العيال ده. بس ما كانش في مجال للكلام، لأن باين إن ماجد من صدمته وقع الموبايل على الأرض. وبقيت أسمع بس اللي بيحصل حوالين التليفون وأنا ببص للمشروب بتاعي قبل ما الطيارة الخاصة تتحرك. اللي حصل بعد كده في البيت كان عبارة عن خبطة قوية كسرت الباب. كنت قادرة أسمع الشبابيك وهي بتهتز، وصوت عربيات الشرطة في كل مكان. أمي صرخت برعب، وأبويا كان بيزعق لماجد: أنت عملت إيه؟ وبعدها طلع صوت ضابط وهو بيقول: ماجد رأفت، أنت متهم بتجارة غير مشروعة بالعملات الرقمية والاختراق غير القانوني للشبكات. ماجد دلوقتي هيروح الحبس وهو عارف إن في عصابة عايزة منا فلوس مش معاه. خلاص. والناس دول مالهمش في القانون وما بيهمهمش إذا كان هو محبوس ولا لأ. هم عايزين فلوسهم وبس. والمشكلة الأكبر إن المبلغ الحقيقي اللي أنا سرقته منهم كان 100 مليون دولار. كل التوفيق لماجد، يا رب يقدر يدفعهم.